الأنمي الياباني، الأرض المسطحة، القطب الجنوبي، الجدار الجليدي المحيط بالأرض. هدول الأربع أشياء ما كنت آمن فيهم أبداً، مش مصدقهم. أنا ما بتابع أنمي ولا بحياتي قرأت مانجا. كل هاي القصص ما عمري دخلت فيها. أجيب لك قصة أنا مغرم فيها وبدي أمشيش. لحد الآن الناس مش متأكدة إذا كانت الأرض كروية أو اليوم أكثر من أي وقت. المقطع هذا من أنمي اسمه أتاك أون تايتن، بيحكي عن عمالقة هجموا ودمروا جدار محاوط البشر وكان عم بيحميهم، لكن شوي شوي اكتشفنا إنه هذا الجدار ما عم بيحميهم، هو حابسهم عشان ما يعرفوا الحقيقة. فكك من أتاك أون تايتنز وخلينا نروح لهانتر إكس هانتر، الأنمي وأفلام الكرتون اللي عرفناه وإحنا صغار باسم القناص. قصة رايقة وحلوة وكلها خيال، لكن يا ترى عادي إنه الجزء الجديد منه بيحكي عن إشي اسمه القارة المظلمة، قارة أكبر من كل القارات اللي بنعرفهم، فيها أشكال حياة إحنا ما شفناها ولا عرفناها من قبل. عن أنمي وان بيس، هذا الأنمي اللي بيحكي عن ظهور المخلص أو المسيح الدجال. وخليني أعطيك إياها من الآخر. الحقيقة هاي إنه الحياة اللي كنا ندور عليها بالفضاء وممكن لأنهم عايشين برا بمكان ثاني على الأرض أنا وإنت ما بنعرفه. الحرب ما خلصت، الحرب صار فيها هدنة، لكن حرب المقاطعة ما فيها وإنت شابهت، مش زي لما أحكي لك إياها أنا. بتلاحظ من بداية عام 2022 ولحد اليوم بلشت الحقائق والأشياء الغريبة تظهر، وتعرف إنه كل العلماء بالعالم بيشتغلوا على مبدأ، وهذا المبدأ هو أي إشي لازم تفرض إنه وهم وتناقشه وتثبته. لما بتثبته بأدلة قاطعة بيصير اسمه. أنا بدي أناقش شوية معلومات وأشياء يمكن ما تكون صحيحة، لكن لازم نحكي فيها. كل يوم تظهر حقيقة جديدة، وكل شيء كنا نعتبره ثابت عم بتغير قدام عيوننا. اليوم بضغطة زر بتفتح الانترنت وبتكتشف إنه في روايات ثانية للقصة. أولاً نتعرف على شوية أشياء كانت حقيقة ما فيها أي جدال، بعدين اكتشفنا أنها غلط. ثانياً رح نحكي عن كروية الأرض والقطب الجنوبي، من بعدها رح ننتقل لفكرة الجدار الجليدي، ومن بعدها بدنا نروح للأنمي ونشوف هل صدفة إنه حكى عن كل إشي. وبالأخير طبيعي إنك تسأل حالك شو الحقائق اللي بعدها ما انكشفت. عشان تكون الصورة من قبل بموقع اسمه ويكيليكس، موقع إخباري جدا بسيط ما فيه أي إشي مميز. الموقع هذا بكل مرة كان يوضح كيف دول كبرى كانت عم تدعي الديمقراطية، هي هاي الدول كانت حجر الأساس بعشرات الانقلابات. يعني مثلا ويكيليكس نشر حقائق بتثبت إنه الولايات المتحدة الأمريكية خططت ومولت 58 انقلاب حول العالم، في شيء منها نجح وفي شيء منها فشل. اليوم بلشت تطلع وثائق تأكد إنه الولايات المتحدة هي اللي أشعلت الحرب آخر مرة بين الهند وباكستان، وكان من المتوقع ترجع كفة الهند وتسيطر على إقليم كشمير بالكامل. لكن لما باكستان ذهلت العالم بقوتها وأسقطت 5 طائرات هندية من أحدث الطائرات في العالم، الحرب فوراً توقفت بطلب أمريكا. السياسة عبارة عن شبكة مصالح. حط لي ويكيليكس على جنب وتعال أحكي لك عن إدوارد سوندون. إدوارد شاب كان بيشتغل بوكالة الأمن القومي الأمريكي، من المفروض أنه بيحافظ على أسرار الدولة، رسائلكم ومكالماتكم تحت المراقبة. ومش بس هيك، كشف أنه الحكومات بتجمع بيانات أي بني آدم حتى لو هذا البني آدم مش عامل ولا. إدوارد أعطى أمثلة عن برامج التجسس على الإنترنت، برامج مكالمات الموبايل، وحتى كاميرات الويب. الخصوصية اللي كنا نعتبرها حق طبيعي طلع مجرد وهم كبير. لازم تعرف أنه لما بنسمع إحنا عن اختراق اتسرب منه 500 مليون إيميل أو 200 مليون أكاونت، هذا ما بيكون اختراق، هاي بتكون صفقة بيع تمت بالسر وبآخر لحظة. عندك عشرات الفضائح اللي بتأكد هذا الكلام. الأزمة الصحية العالمية اللي صارت عام 2002، بهاي الأزمة كله عاش تجربة واحدة نفسه. أرقام الإصابات كانت تختلف من مصدر لمصدر، قرارات الإغلاق والإجراءات الوقائية كانت تتبدل بين ليلة وضحاها. مدينة تيجي هاي عبارة عن حلم وإشي مستحيل. في تصريحات بتقول إنه كلها ما كان فيه لها داعي. المناخي اللي كل يوم بيطلع عنه إشاعة وإشي مبالغ فيه. تخيل إنه لما قالوا له لترامب لازم تسكر المعامل والمصانع وتعمل إجراءات وقائية عشان المناخ، قال لهم يحكوا هذا الكلام مع الصين بالأول. مواسم جفاف عم بتطول وعم بتدمر المحاصيل، فيضانات عم بتغرق مدن كاملة، حرائق غابات عم تاكل آلاف الهكتارات. مش عم بتلاحظوا قديش عم بصير حرائق غابات؟
عواصف وأعاصير غير مسبوقة عم تضرب مناطق ما تعودنا عليه. الدنيا عم تخرب والكل فرحان. مش بالضرورة كل إشي تعلمناه وتعودنا عليه يكون 100% صح. يمكن هاي الحقيقة مش صح ولازم نناقشها عشان نعرف الحقيقة وين. نظرية الأرض المستطيل لكل الكوكب اليوم بيحنا كل الرحلات طيارة واحدة، مسار واحد، رحلة واحدة، مش أي حدا مسموح إنه يروح لهناك. نظام معاهدات دولي من عام 1959. هذا النظام اسمه معاهدة القطب الجنوبي. النظام بيقول المنطقة هاي تستخدم للأغراض السلمية والعلمية فقط، وهذا الاشي بضمن حرية البحث العلمي وفتح محطات ومنشآت للتفتيش والبحث في أي وقت. يلا خلي الحكومات تروح وتفتح محطات ومنشآت هناك على ضع. الأغرب إنه بسنة 91 انضاف على هذا النظام إشي اسمه البروتوكول البيئي. هذا البروتوكول حظر تماما أي نشاط للتعدين هناك، وأي إشي بده يصير هناك لازم يكون بموافقة. بالفعل كل موسم بوصل لهناك مئات الرحلات البحرية بتوصلك لشبه الجزيرة القطبية فقط، جوية، استكشافية، موسمية، بتروح لمنطقة أعمق. كان ليش؟ ما حدا بيعرف. والمسار الجوي طويل جدا مقارنة بالطريق الثاني. لو تطلع على هاي الخريطة راح تفهم عن شو عم نحكي. لك المناطق هناك قاسية جدا وما فيها مطارات بديلة، والطقس متقلب وخطير، والمسافات شاسعة بدون بنية تحتية. ومش بس هيك، ما في أي صورة جوية للقطب الجنوبي، ما في صورة أقمار صناعية. مهما تغير الطقس والعوامل الجوية تغيرت ما في إلا هاي الصورة، ولا عمرهم غيروها. طب ليش؟ تسرب كمان اتفاقيات ولقاءات سرية صارت بين زعماء عالميين. كان القطب الجنوبي هو سب جنوبي. وخلينا نروح على القصة الأغرب والأهم، وهي نظرية الأرض المسطحة. والناس كانوا يقولوا إنه الأرض حواليهم مستقيمة، لأنهم شافوها مستقيمة اعتقدوا إنها مسطحة. لكن مع الوقت صار الاعتقاد الشائع إنها كروية. اليونانيين هم أول من حكوا بهاي الفكرة. الكتب الدينية كمان دعمت هاي الفكرة، لكن مش بشكل واضح 100%. لحد اليوم في ملايين الناس مقتنعين إنها مسطحة. على هذا الأساس بلشت الناس تسأل وتبحث. فيلم Behind the Curve على نتفليكس، واللي عرض حجج المؤيدين والمعارضين، وعرض الفكرة بطريقة أسطورية خلت فعلا الكل يشك بكروية الأرض. ضيف عليهم التسريبات والفيديوهات اللي بتجيب لقطات من ناسا وصور الأقمار الصناعية، ويعطي باور لنظرية الأرض المحيط بالعالم. بيقولوا إنه الأرض محاطة بجدار جليدي ضخم. هذا الجدار بمنعنا نكتشف شو في. ليش ممنوع ندخل القطب الجنوبي بحرية؟ ليش في تعتيم كامل عليه من كل الدول العلمية دعمت فكرة الأرض المسطحة؟ الجواب نعم، وبضلني رايح لآخر الأرض، لكنها مغطاة بقبة أو محاطة بجدار جليدي، جدار هائل بمنع الناس من الوصول للحق. زي مثلا انهم بيقولوا انه في تسارع على الأعلى أو قوة فيزيائية مختلفة بتحافظ على كل شيء بمكانه. مثل لما انت تكون بمصعد سريع وبتحس انك ملزق بالأرض، نفس الشيء طبقوا على الأرض المسطحة. احنا ملزقين بالأرض بقوة جاذبة، لكن قوانينها غير قوانين الجاذبية الأرضية. لو حبيت تتعمق أكثر بفكرة الجدار الجليدي، هل في أدلة أو أشياء منطقية تدعم هاي؟ خلص كل إشي ثاني بنعمله بنطبقه على أساس إنه الأرض كروية ثابتة 100%، زي الليل والنهار، على مصادر بلغات ثانية زي الروسية والفرنسية والصينية والإيطالية واليابانية. راح تشوف مئات الدراسات اللي بتقول لك الأرض مصر. راح نضل نحكي عن الجدار الجليدي. قرص عريض والقطب الشمالي في المركز، وحواف القرص عبارة عن حزام جليدي دائري، وهذا الحزام هو الجدار الجليدي. بيشبهوه بطاسة مي محاطة بحافة عالية من الثلج، وللعالم الغير مكتشف واللي من الممنوع الوصول إله. على فرض إنه أنا ركبت بسيارتي، اخترعت وقود نووي ومشيت فيه إلى اللا نهاية، هل بقدر أوصل للجدار؟ قاتلة، عواصف، برودة، وظلام قطبي، ضيف عليهم حوكمة دولية بتمنع الوصول الحر، دوريات بحرية وجوية مهمتها تكتشف أي اختراق أو اقتراب من الجسم. الخريطة الأزموثالية. الخريطة هاي ظهرت بعشرات الأماكن من قبل، لكن تم منعها بشكل كامل بعد ما كانت تظهر بكثير أماكن رسمية. بهاي الخريطة بنشوف القارات موزعة حول المركز. المسافات بالجنوب بتصير أطول. يعني على خريطة الأرض المسطحة
رحلة الطيران واضحة ومستقرة ونظامية، لكن على خريطة الأرض الكروية بتشوفها غريبة ومش منطقية. هل خلصت الأدلة عند جماعة الخريطة الأزيموثالية؟ أكيد لا. هم بيقولوا لك لو شفت المناظر الشاطئية المستقيمة على حسب كلامهم راح تشوفها بالعين المجردة من دون انحناء. بنفس الوقت لو رحت على القطب قارة أنتاركتيكا اللي هي آخر شيء ممكن توصلوا بالقطب الجنوبي، في آلاف الصور والوثائق اللي بتثبت إنها مش حافة دائمة، كلها بتعطي نفس الصورة العامة لشكل الكوكب وحركات الجليدة أكثر. مقابلات صارت مع عشرات الأشخاص اللي بيشتغلوا بالبحر. خلينا نقول من الآخر الموضوع فوضى بفوضى ونظريات إلها أول. الآن لازم نروح لعالم الأنمي والمانجا. ليش الأنمي بالتحديد دائما بيحكي عن مواضيع مثل الجدران والأسرار المخفية والحقائق الراية تعكس مخاوف المجتمع وأحلامه؟ الجدار الجليدي هي تعبير عن الخوف من المجهول. الأرض المسطحة هي شك بالسلطات والمعرفة الرسمية. العالم المخفي رغبة الإنسان بأنه يعرف شو في وراء الستار. عشان هيك لما تحضر أتاك أون تايتنز وتشوف الجدار هو ما بيحكي لك قصة عمالقة، هو عم بيسألك مين اللي بنى الجدار الحقيقي بحياتنا؟ مين اللي قرر شو نعرف وشو ما نعرف؟ الناقصة شوي شوي بتكتشف إنه الرسالة مش مجرد مغامرة بحرية، هي فكرة إنه الحقيقة الكاملة دايما مخفية، والسلطة بتقرر أي فصل من التاريخ يوصل للناس. الباب بالأنمي هو رمز لكل شيء ممنوع أو مطموس أو مجهول. بيعمل لنا أشكال بصرية حلوة وسيناريوهات عبقرية، بنفس الوقت بيعطينا تلميحات بتخلي الناس تربط بين الفن وبين الواقع. ليش لغاية الآن في ناس بتقول إنه الأرض مسطحة؟ ليش لغاية الآن في ناس بيقولوا إنه الأرض في حواليها جدار جليدنا؟ العلم بيقول إنه الكوكب كروي، الصور بتأكد هذا الاشي، ومؤيدين الأرض المسطحة بيقولوا إنه الصور ممكن تكون مفبركة. بالنسبة للجدار الجليدي العلماء بيقولوا إنه إحنا اللي بنشوفه حوالين القطب الجنوبي هو مش جدار، هو مجرد رفوف جليدية طبيعية. الناس تخاف وتعيش بجو أسئلة فاضية ما بتأثر بحياتهم اليومية، والقضايا الكبرى بتضلها على عدد قليل جدا من التفاعل على فيديو أو مقال بيحكي عن مشاكل المناخ أو المجاعات اللي عم بتصير على الكوكب وكيف طريقة حلها، أو فيديو بيحكي عن طريقة حل هاي المجاعات وكيف نوقفها. ما بتشوف كثير تفاعل على فيديوهات بتحكي عن السكر وضرر المشروبات الغازية أهم سبب لانتشار المانجا، لكن بنفس الوقت وارد جدا تكون الأرض مسطحة، وارد جدا يكون في كائنات غيرنا على الكوكب، وارد جدا يكون في جدار جليدي وراه مجتمعات ثانية. اللي أنا متأكد منه إنه التطور الرهيب لتقنية ال AI راح يخليها تحكي لنا بيوم من الأرض كروية ولا مسطحة، وهل فعلا في حوالينا جدار جليدي وراه شعوب وقبائل